حبايب هلا، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى هنعمل اكله كلنا بنحبها، كبير وصغير. والاكله دي فعلا خفيفه على قلبنا وجميله، والصغير والكبير بيحبها. هنعمل كنتاكي كده باسهل ما يمكن وبأقل التكلفه وعلى قد ايدينا، وهتطلع حاجه كده ما شاء الله. وكمان هنعمل الرز بنفس التتبيله، وهتشوفوا معايا يا حبيبه قلبي. تابعيني خطوه بخطوه للاخر الفيديو، لان فيها حاجات هقولها لك واسرار لاول مره ممكن تسمعيها. هنجيب الفرخة بتاعتنا بعد ما غسلناها كده، وهنقطعها زي ما احنا عايزين، يا 6 يا 8 يا 10، على حسب الفرخة بتاعتنا وعلى حسب حجمها وعلى حسب أفراد أسرتنا. هنجيبها يا حبيبة قلبي كده ونقطعها. أنا قطعت كده الفرخة بتاعتي كانت حوالي كيلو ونص، كانت صغيرة فعملتها 8 قطع. انت بقى لو الفرخة كبيرة ممكن تعملها 10 و12 كمان، وكمان هتوفر معاكي. هتمسكي يا حبيبة قلبي زي ما انت شايفة كده، تعملي الفرخة قطع على حسب الحجم اللي انت عايزاه، متوسطة أو كبيرة أو صغيرة. وهناخدها بقى يا حبيبة قلبي، نغسلها كده غسلة تاني بالدقيق والملح والليمون، ونجيبها ونجيب معانا هنا يا مية يا شوربة تكون عندك من امبارح أو من أول امبارح في التلاجة. ولو لو في شوربة هنحط شوربة كلها، لو في مية هنحط مية، لو شوربة على مية نحط شوربة على مية، كله هيمشي معانا. دي أنا كده أنا كان عندي شوربة من قبلها بيوم، هنحط نص المية والنص شوربة علشان تكون جميلة وطعمها جميل معانا. والتتبيلة اللي هنطيبها فيها هتكون من احلى حاجة ممكن تعمليها. انا حطيته النص شوربة والنص مية. وهجيب يا حبيبة قلبي حاجات فريش بقى، بلا بصل بودر بلا توم بودر. جبت بصل فريش وطماطم فريش وفلفل فريش كده زي ما انتوا شايفين، وحطيتهم على الشوربة وهي لسه قايمة تغلي. لو انتوا شايفين كمان البوتاجاز مولع. وهنجيب يا حبيبة قلبي معلقة كركم كبيرة، معلقة كاري، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة فلفل أصفر أسمر صغيرة، وجنزبيل على قرفة نص معلقة كده صغيرة. ودي بهاراتها اللي انتوا عارفينها، عليها الملح بتاعها اللي باخد من كل حاجة معلقة واقلبهم على بعض، واشيلها لكل الوصفات زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيبها يا حبيبة قلبي تغلي. واول ما نحس ان هي غلت معانا، البهارات يا حبيبتي هكتبها لك في صندوق الوصف علشان تكوني عارفاها. واول ما نحس ان هي غلت معانا كده، هنحط الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، ونسيبها تستوي وتاخد سواها الكامل. ما تنسوش تصلوا على الرسول وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عايزين اي حاجة انا برد على الكومنتات على طول. هنسيبها بقى يا حبيبة قلبي تستوي، ونحط معاها ورق اللورا ده كنت نسيت احطه، ونحط كمان معاها مكعب مرقة، وده اختياري. ونسيبها يا حبيبة قلبي تستوي السوا بتاعها الطبيعي جدا، لا هي نص سوا ولا هي 3/4 سوا، سواها الطبيعي، علشان هتكون معانا على نار عالية وهي بتتحمر. هنا يا حبيبة قلبي على ما تستوي بقى هنيجي هنحضر معانا الحاجات اللي هتتحضر فيها. كوبايتين دقيق كبار، معلقة نشا، 3 معالق نشا عفوا، 3 معالق نشا، 3 معايا هنا كان فيجيتار على بقسماط مطحون كانوا عندي، حطيتها كمان مع الخلطة. وشطة، ده اختياري حسب اكلكم واختياركم. ونص معلقة بهارات صغيرة من بتاعة هالة اللي انتوا عارفينها. وهنقلب كويس قوي وجدا جدا لحد ما تختلط المكونات ببعضها. هنروح يا حبيبة قلبي نبص على الفراخ كده علشان نشوف استوت ولا ايه. بعد ما نخلص الخلطة كده ونركنها على جنب، هنروح نبص على الفراخ. كانت بسم الله ما شاء الله، كانت الفراخ استوت. هجيبها يا حبيبة قلبي كده معايا من الشوربة واطلعها واسيبها تبرد تماما. هسيبها تبرد تماما وبعد عشان نعرف نشتغل فيها. هنا انا كنت بطلعها، بصراحة كانت ريحتها مالية الدنيا بسم الله ما شاء الله، وكانت ريحتها جميلة تتاكل كده زي ما انتوا شايفينها. وشايفين اللون عامل ازاي، حاجة كده متبلة جاهزة، مش محتاجة بقى ان انت ايه تتبلي بقى وتقعدي فترة طويلة في التتبيل. صفيت الشوربة زي ما انتوا شايفين يا حبيبة قلبي. وهنعمل الرز، بس قبل ما اعمل الرز هننقص كده حوالي كوبايتين علشان هنعمل بيهم الفراخ. هنا غسلت كيلو رز وحطيته، لو لقيت الشوربة كتير نقصي منها شوية، لو لقيتيها شوية زوديها شوية من الشوربة اللي انت كنت واخداها. هنقشر بقى الجلد يا حبيبة قلبي زي ما انت شايفة كده
كل الفرخة كده هنحاول نقشر منها الجلد زي ما انت شايفة كده على قد ما نستطيع. وهنيجي يا حبيبة قلبي كده جايبة الشوربة لما تبرد تماما، لازم الشوربة تبرد عشان نحط فيها مكعبات تلج، او لو تسيبها تبرد براحتها. وهنحط بقى يا حبيبة قلبي في الشوربة، ونحط في الدقيق مرتين كده 3 على حسب السمك اللي انت عاوزاه. كل ما حطيتها مرة وكررت العملية كل ما بقت حجمها كبير ومتضاعف وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. هنا خلصت كل الكمية. شايفين الحجم عامل ازاي، وشايفين بسم الله ما شاء الله الحاجة عاملة ازاي. صدقيني مش هتشتريها تاني من بره بعد العملة دي ولا هتتبلي. هنا كان الرز بسم الله ما شاء الله استوى. وطول ما انت شغالة كده صلي على الرسول وسمي الله وقولي بسم الله وتصلي على الرسول، هتلاقي دايما الحاجة بين ايديكي جميلة، وهيطلع طعمها بسم الله ما شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. هنا بقى زيت سخن، هنسيبه يسخن على نار عالية عادي جدا لان اصلا الفراخ مستوية. هنسيبه بقى يا حبيبة قلبي كده، وهنخش على طول نحمر ونفضل واقفين جنبها كده نقلب فيها يمين وشمال لما ناخد اللون اللي احنا عاوزينه. هنا انا بجيب معاكم المراحل دي عشان في بنانيت صغننين حبايبي لسه برضو بادئين وبيتعلموا، وان شاء الله هيكونوا شطار وهيكونوا شيفات ان شاء الله. هنا يا حبايب قلبي خليكي بس كده وانت بتعملي دايما صلي على الرسول وسمي الله، وانت ده ربنا هيحسن ما بين ايديك يا حبيبة قلبي. خليكي واقفة في ريحة كده يا حبيبة قلبي، وقلبي يمين وشمال ومرة كده ومرة كده، وتابعي ما تسيبيش كده الاكل بتاعك وتروحي تبص في الموبايل يا حبيبة قلبي البنات الصغيرين عشان الاكل ما يشطش منك. تفضلي كده واقفة في ريح الاكل بتاعك لانها دي على نار عالية. كانت استوت بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت زي ما انتوا شايفين. ده كده كمان الاضاءة ظلماها، انت هتشوفيها دلوقتي كمان لما نطلعها وانا بصورها تاني هتشوفي ان لونها جميل وكمان زي اللي بتنشري من بره بالظبط. هنحطه بقى يا حبيبة قلب الدور التاني كده، وبسم الله ما شاء الله الحاجة هتخلص معانا بسرعة ومش هتحسي ولا خدت وقت. وكل الموضوع ده ما اخدش ساعة وهتطلعي من المطبخ. كانت هنا مقرمشة وانا كنت بوريك ازاي هي مقرمشة، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكوا يا رب العالمين. والله انت هتدعولي بعد الوصفة دي. هنا كان الرز بسم الله ما شاء الله شايفينه، انا كان لازم اوريكي كده النتيجة اللي احنا عملناها عشان تثقي في هالة. شايفين الرز عامل ازاي. هنا لو حبيبة قلبي لو عايز تعملي رز بسمتي هيكون احلى واحلى كمان، بس انا بعمل حاجات على قد الايد. فيا رب كده يكون الوصفة عجبتكم، وتكوني يا رب دايما كده انا اكون عند حسن ظنكم. وتابعوني كده ويا ريت تاخدوا لفة في القناة وتقولوا رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبيبة قلبي.